ابني دخل عليا وقال لي: بابا، أنا عايز أروح الساحل مع أصحابي لوحدي. بصيت له بقلب قلقان على ابنه وعقلي بيقول لي لسه بدري. قلت له بهدوء: بص يا حبيبي، أنا مش ضد الفكرة، بس في حدود. الأول اثبت لي إنك تعرف تتحمل المسؤولية، وبعدها أفتح لك الباب على الآخر. ابتسم وقال: يعني لو التزمت يا بابا هتسيبني أعمل اللي أنا عايزه؟ قلت له: لو أثبتت لي إنك قد الثقة هتلاقي الحرية بتيجي لوحدها. وهنا يجي السؤال: هو أنت لسه ماسك العصاية من النص مع ابنك المراهق، ولا سايبها على البحري؟ في سن المراهقة أولادنا بينتقلوا من السيطرة الأبوية للحرية ومحاولة ضبط النفس، لكن لو الانتقال ده غلط ممكن تخسر علاقتنا بيهم ونكسر ثقتهم فينا. المراهق غصب عنه هيختبر الحدود، سواء كانت صارمة جدا أو واسعة جدا، في الحالتين هيحاول يكسرها. القصة مش احنا نسيب الحبل على الغارب ولا كمان نشده على الآخر. القصة ان احنا نبدأ بصرامة عادلة، ومع كل سلوك ناضج من ابننا نزود الامتيازات شوية. ابدأ بحدود واضحة وصارمة شوية، وبعد ما يثبت انه جدير افتح له المجال واديله امتيازات اكتر. الموضوع مش سيطرة ومش فوضى، ده معدل للنضج. معدل النضج زائد ثقة بتتبني خطوة بخطوة. وانت لو كنت مكاني كنت هتوافق من اول مرة ولا كنت هتحط شروط؟ اكتب لي في الكومنت لو انت شايف نفسك حازم زيادة مع ابنك ولا بتسيبه على حريته.